صباح الفل. شروط جديدة داخل السفارة الأمريكية علشان تقدر تعدي وتاخد فيزا سياحة أو دراسة أو عمل. ما بنتكلمش عن الهجرة العشوائية خالص، لا، الفيزا العادية بتاعت أي ناس عايزة تاخدها. فيزا السياحة هيسألك سؤالين وبناء عليه ممكن تتقبل أو تترفض. السؤال الأول: هل تعاني من مشاكل في بلدك؟ هو عايز يضمن إن أنت رايح وراجع. هتقول بعاني، اترفضت، مش هيكمل معاك، هيقول لكم روح بيتكم. لو قلت لا، وهيسألك سؤال تاني: طب هل وانت راجع من امريكا ممكن تكون في حاجة في انتظارك لمضايقتك؟ تقول لا برضو. طيب لو انت عملت ناصح وقلت لهم بقول لكم ايه، انا لا بعاني من مشاكل في بلدي وعايز اروح اتفسح وارجع الدنيا مرة تانية، فكرت ان انت تعمل لجوء في امريكا، عشان في ناس كتيرة قوي بتسألنا طب ما انا اخد الفيزا بس، احصل عليها بس واروح ومرجعش. هتعمل قضية لجوء whatever بقى، ديني سياسي اي حكاية، وجبت اثباتات انك طالع عينيك وعين اللي جابوك في بلدكم، وان انت قلت لهم في السفارة ما عنديش مشكلة في بلدي خالص. اللجوء بتاعك هيترفض للأبد، وهيعتبروك إنسان كذاب، وهيودوك بلدكم، مش هتدخل أمريكا مرة تانية. ده الجديد في الامتحانات الخاصة بالسفارة. خش وتعالى زيارة وارجع بلدكم مرة تانية، ده لو ينفع يعني. صباح الفل.